العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. كلمة معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماع طوكيو أفريقيا. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يظفر بالميدالية الذهبية في ختام البطولة الأفريقية. إيكواس تبقي عقوباتها على مالي بعد تأخر عملية إعادة السلطة للمدنيين. الاتحاد الأوروبي يؤكد قرب التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية. آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين. ألقى معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بأفريقيا المنظم في 26 و27 من مارس عبر تقنية الاتصال المرئي. أوضح فيها مواقف إريتريا الداعمة للسلام والاستقرار والشراكة في منطقة القرن الأفريقي. واستهل معاليه كلمته بتقديم الشكر لليابان لما كانت ولا زالت تقدمه من دعم وبناء صداقة مع إريتريا منذ فجر الاستقلال لتعزيز برامج إعمار البلاد. وذكر معاليها التطورات التي طرأت في التسعينيات في منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل والبحر الأحمر وكذا دول الخليج، وخاصة منطقتنا التي شهدت بريق أمل جديد للسلام والنمو الاقتصادي. إلى أن ذلك الانفتاح الإيجابي لم يستمر طويلا نتيجة للحروب وتداعياتها التي تسببت في خلق اضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة، وهذا تسبب في إعاقة تطور وازدهار المنطقة التي تمتاز بأهميتها الاستراتيجية وأسواقها الاستثمارية وثرواتها الخصبة. وذكر معاليها أن التغيرات التي طرأت في إثيوبيا عام 2018 والاتفاق المشترك للسلام والصداقة الموقع بين إريتريا وإثيوبيا دون الدفع من أي طرف ثالث خلق آفاقا جديدة تتسم بالموضوعية وبريق الأمل، وحرك رغبة التعاون والشراكة في منطقتنا، ولا زال الأمل قائما، مؤكدا جاهزية إريتريا بالتعاون مع اليابان للعمل بالتركيز على تعاون ذو معنى وتأثير إيجابي كبيرين. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريتها اليوم في مركز الفحص بالأقليم الأوسط إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا، وهما من قديف وسنبل، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم 9726، شفي منهم 9620 وتوفي 103 مصابين لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من مارس 2022. استضافت مدينة بارونتو حظر تقليم القاش بركة في 23 من مارس ورشة عمل حول تحسين إدارة مشاريع مياه الشرب المنتشرة في كافة أرجاء الإقليم. وقد حضر الورشة حاكم الإقليم سعادة السفير محمود علي حروي ورئيس المجلس الشعبي السيد عثمان محمد علي، وكذلك مسؤولي الأقسام ومدراء المديريات ومسؤولي التنمية الاقتصادية في المديريات وخبراء قسم الثروة المائية، حيث قدمت دعوة لمنح اهتماما أكبر لإدارة مشاريع المياه المشيدة، باعتبار أن المياه يعتبر من أهم الثروات الاستهلاكية التي يمكنها أن تتلوث بسهولة. وأوضح المدير العام لقسم الثروة المائية في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مبرهت إياسو إنجاز أعمال مشجعة بالتنسيق مع شركاء لحصول المواطنين على مياه شرب نقية، إلى أنها افتقدت تلك المشاريع إلى إدارة رشيدة ورعاية جيدة، ذاكرا في الوقت ذاته توقف مشاريع مياه عديدة، مشيرا إلى بذل مساع حثيثة لحل الإشكاليات.
وأفادت الأوراق المقدمة في الورشة أن الجهود المنفذة في الأقليم لتأمين مياه شرب صالحة ساهمت في حصول 80% من سكان الأقليم على خدمات مياه شرب صالحة، إلى أنها في الوقت الحالي انخفضت إلى نسبة 60% نتيجة لخراب المشاريع ونقص قطع الغيار وضعف الإدارة والإهمال في الرعاية والدخل. وقدم المشاركون آراء وتوصيات تنظيم دورات تأهيلية للجان خدمات المياه في القرى من أجل تحسين أعمالها وتفعيله، وتوظيف خبراء مؤسسات المياه وتعزيز العلاقة بين فرع المياه في الأقليم ولجان إدارة المياه. وفي الكلمة الختامية لحاكم الأقليم السفير محمود علي حروي ذكر فيها بذل مساع حثيثة لتنظيم دورات تأهيلية بالتنسيق مع قسم الثروة المائية لحل إشكاليات مياه الشرب في القرى، وقال إن مؤسسات مياه الشرب تعتبر عصب الحياة اليومية، مناشدا منح إدارتها اهتماما أكبر. نظم في الفترة من 12 وحتى 16 من مارس أسبوع طلابي في مديرية لوغو عنسبة يساهم في تفتيش الطلاب قدراتهم وتبادل التجارب فيما بينهم، وقد اشتمل الأسبوع على أنشطة تعليمية وفنية ورياضية وشارك فيها أكثر من 500 طالب. وأفاد مراسل إيرنا بأن الأسبوع اشتمل على قرية التعليم والمناظرة بعدة عناوين وفقرات موسيقية ومعلومات عامة ولوحات فنية وأنشطة ثقافية ومناشط أدبية ومنافسات كرة القدم للجنسين. وأوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم في المديرية الأستاذ حقوس أفورقي أن الأسبوع ساعد الطلاب للاتسام بالكفاءة جسديا وذهنيا وأكاديميا، داعيا المدارس للعمل بالتنسيق مع المجتمع لتنظيمه مستقبلا بصورة جيدة. من جهته قال مسؤول المكتب الأستاذ طه برهاني أن المنافسة التي تبدأ في الفصل أو المدرسة تستمر حتى مستوى المديرية والأقليم وأبعد من ذلك، مذكرا بأنه يدار جيدا لمساهمتها الفعالة في تنشئة الوحدة والحب والاختراع وروح التنافس الشريفة. من جهته دعا مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس المعلمين للعب دور رائد لخلق بيئة صلبة من أجل تنشئة طلاب أكفاء يتسمون بالمنافسة الرياضية والتعليمية. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين على المستويين الفردي والمدارس. صرحت وحدة القانون والنظام في مديرية عد قيح بأن أنشطة الرقابة الجارية لتأمين صحة المواد الاستهلاكية في المديرية حققت نتائج جيدة. وأوضحت الوحدة اتخاذها خطوات لازمة ضد مخالفي القانون ومخزني مواد منتهية الصلاحية في إطار أعمال الرقابة الجارية بالتنسيق مع الشركاء. وقرمت الوحدة التجار المحتفظين بالمواد منتهية الصلاحية ومخزني البضاعة المتجاوزة الحد المسموح بها والمتلاعبين بموازين الرغيف المقبوض عليهم في إطار أعمال التفتيش التي جرت في 15 من مارس الجاري. واشتملت المواد المنتهية الصلاحية على حب الشاي والبسكويت وزيت الشعر والصابون والشعرية والصلصة، وتم إحراقها في الحال. وأوضحت مسؤولة القانون والنظام في المديرية السيدة جابرييلا يتبارخ انخفاض بيع المواد المنتهية الصلاحية جراء الأعمال الرقابية الجارية والوعي المتنامي، مناشدة المجتمع لتوخي الحذر أثناء عملية التداول. من جهته قال عضو وحدة الصحة العامة في المديرية الشاب تمسكن ملأكي أن المواد المنتهية الصلاحية تسببت بأضرار بالغة على الصحة البشرية وخاصة الأطفال، داعيا لتوخي الحذر من الطرفين أثناء تداول البيع والشراء. فتحت شركة حارات للمواصلات في 23 من مارس خط نقل بري جديد في إقليم جنوب البحر الأحمر يربط بين عصب ووادي في إطار الخطوة المتخذة لتوسيع خدمات النقل. وعبر المستفيدون من الخدمات عن ارتياحهم باعتبار أن بدء الخدمات يقلل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجههم.
وذكروا المشاكل الصعبة التي كانت تواجههم في الماضي، مشيدين بالخدمات النشطة في وقت وجيز وبأسعار معقولة، مؤكدين ضرورة الاستفادة الجيدة منها. من جهته قال مسؤول الشركة في الإقليم السيد رشيد محمد أن الطريق يتسم بأهمية كبيرة لما يقدمه من خدمات لمنطقتي بيلول وآلاليه. يذكر بأن شركة حارات للمواصلات البرية بدأت خدمات النقل البري خلال شهري يناير الماضي في طريق عصب دبي سيما. ظفر المتسابق الإريتري هينوك مولو برهان في ختام سباق البطولة الأفريقية 2022 في نسختها 18 التي استضافتها جمهورية مصر العربية في الفترة من 22 من مارس وحتى 27 من نفس الشهر. ظفر بالميدالية الذهبية ومنح المنتخب الوطني المرتبة الأولى، تاركا المركزين الثاني والثالث لكل من منتخبي جنوب إفريقيا والجزائر على التوالي. وفي سباق النخبة ودون 23 عاما الذي جرى في شرم الشيخ امتد إلى 150.8 كيلومتر، صنع المتسابق هينوك مولو برهان إنجازا عظيما له ولوطنه بالتلاعب على منافسيه في الدقائق والأمتار الأخيرة. وأفاد موفد وزارة الإعلام المرافق للمنتخب الوطني بأن المتسابقات الإريتريات اللاتي شاركن لأول مرة في هذا السباق أكملن سباقهن مع 20 الأوائل. وقد تربع منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية المنتخبات المنافسة له في البطولة الأفريقية لعام 2022 بظفره على 15 ميداليات، منها 7 ميداليات ذهبية و6 فضية وبرونزيتين. وشارك في سباق البطولة الأفريقية في نسختها 18 منتخبات عدة، بينها كل من إريتريا وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وتونس ورواندا وموريشيوس ونيجيريا وبنين وإثيوبيا ومالي وبوركينا فاسو ومصر الدولة المستضيفة ويوغندا وناميبيا. في غضون ذلك صنع المتسابق الإريتري عضو فريق إنتر ماركي البلجيكي تاريخا شامخا بفوزه بالمركز الأول في سباق امتد إلى 248.8 كيلومترا. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس خلال اجتماع لها في أكرا في غانا إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية تسليم السلطة إلى مدنيين. كما قررت المجموعة معاقبة غينيا في حال لم تقدم جدولا زمنيا مقبولا لانتقال السلطة قبل نهاية أبريل 2022، ومعاقبة بوركينا فاسو أيضا في حال لم تفرج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري بحلول 31 من مارس 2022 حسب ما جاء في البيان الختامي لاجتماع رؤساء الدول مجموعة إيكواس. وتشهد مالي وبوركينا فاسو وغينيا أزمات سياسية وأمنية، وكانت جميعها مسارح لانقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020. وتمارس مجموعة إيكواس حاليا ضغطا على المجالس العسكرية الحاكمة لإعادة السلطة إلى المدنيين سريعا، وسبق لها أن علقت عضوية الدول الثلاث. قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي. هذا وتوجه ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إلى طهران للاجتماع مع كبير المفوضين الإيرانيين. وكتب المبعوث الأوروبي على حسابه إن سد الفجوات المتبقية في المحادثات النووية الإيرانية
يجب أن ينهي هذه المفاوضات. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان أن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات حول الملف النووي. وكانت المحادثات النووية قريبة من التوصل لاتفاق عندما طرحت روسيا مطالب على الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة، حيث أصرت على أنها ينبغي أن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران. ثار بركان في الفلبين مطلقا الرماد والأبخرة إلى مئات الأمتار، وطلبت السلطات من سكان المناطق القريبة المقاذرة وسط تحذير من وقوع تسونامي. وثار البركان تال الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل مقتضب حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن بيان معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلزال. وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بموجات مد عاتية تسونامي. وأوصت الوكالة بشدة الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمقاذرة، ورفعت مستوى الإنذار إلى من 2 إلى 3. ويعد بركان تال من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلزال بسبب موقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا موجة إبيضاد على نطاق واسع للمرة الرابعة منذ 2016 بسبب درجات حرارة أعلى من المعدل في المحيط، على ما أعلنت الهيئة المسؤولة عن الموقع. وكشفت رحلات مراقبة جوية عن تغيير لون الشعاب المرجانية في الكثير من المواضع، ما يؤكد حصول ظاهرة أبيضاد على نطاق واسع هي الرابعة منذ 2016 بحسب تقرير أصدرته هذه الهيئة التي تدير أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. ورغم أن الشعاب المرجانية المبيضة تتعرض للإجهاد، فإنها لا تزال قادرة على التعافي إذا تحسنت الظروف بحسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الظروف الجوية على مدار الأسبوعين المقبلين حاسمة في تحديد مدى إبيضاد المرجان وشدته في الموقع البحري. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. كلمة معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماع طوكيو أفريقيا. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يظفر بالميدالية الذهبية في ختام البطولة الأفريقية. إيكواس تبقي عقوباتها على مالي بعد تأخر عملية إعادة السلطة للمدنيين. الاتحاد الأوروبي يؤكد قرب التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية. آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.